السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. يا ريت لو في صوت بس حضراتكم يعني تقولوا لي إن في صوت، لأن احنا حاولنا نعمل فيديو قبل كده عن الموضوع ده، موضوع مهم، والحقيقة ما كناش عارفين إن في صوت ولا لأ. فبس يا ريت يعني حضراتكم تكتبوا على الشات لو سامعين الصوت. طيب، واضح ان الصوت واصل. يعني قبل ما ابتدي اقول لحضراتكم الفضيحة المدوية اللي للأسف يعني كل القنوات، حتى يعني قنوات اللي في مصر مش هتجيب القنوات دي، وقنوات اللي هي موجودة في تركيا اللي هي يعني بتدعم الثورة مش برضو مش هتجيب الخبر ده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، ولي العهد السعودي زار دونالد ترامب امبارح، وكان موجود على غداء مع دونالد ترامب في البيت الابيض. التصريحات اللي طلعت الحقيقه تصريحات غريبه جدا جدا. عشان كده التصريحات دي برضو حضراتكم مش هتشوفوها على اي قناه. هم بيحاولوا باستماته ان هم يعني يغطوا على التصريحات المشينه اللي طلع بيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 3 حاجات أساسية هقولهم لحضراتكم بسرعة، وانتوا تحكموا بنفسكم. هقول لكم واقعة حصلت معانا شخصيا مع أحد القنوات النهاردة. الحاجة الأولى، محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد السعودي طلع يقول إن ترامب هو أحسن صديق للمسلمين. خلي بالك، وأنا مش هعلق، هقول لكم الحاجات اللي هو قالها الأول وبعد كده هعلق. خلي بالك من التصريح ان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي طلع قال ان دونالد ترامب هو الصديق الوفي واحسن صديق للمسلمين. ماشي، ادي حاجه. التصريح الثاني اللي قال ان الحظر بتاع حظر الدول الاسلاميه اللي هو بيحاول يعمله ترامب واللي اثار جدل والمحكمه في امريكا وقفته، هو بيدافع عن الحظر وبيقول ان الحظر ده مش مستهدف المسلمين ولا حاجة، ده مستهدف الارهابيين والجماعات الارهابية. ماشي، ده تاني حاجة قالها. الحاجة الثالثة اللي قالها محمد بن سلمان برضو حاجة مهمة جدا، ان ترامب يعني وافق لمحمد بن سلمان على صفقات اسلحة كان اوباما مش موافق عليها. دي ال3 حاجات اللي قالهم محمد بن سلمان، تصريحات الأساسية. نيجي بقى لأول تصريح، ويا ريت حضراتكم تركزوا معايا في الكلام، مهم قوي. دونالد ترامب من ساعة ما جه ومن قبل حتى ما يبقى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية كان بيطلع في تصريحات مهمة جدا. أول حاجة اقترحها دونالد ترامب حظر دخول المسلمين من أمريكا، يعني ده أول حاجة اقترحها. تاني حاجة، لما بقى رئيس أول حاجة عملها حظر المسلمين من الدخول من 7 دول إسلامية مهمة. لما في أمريكا رفعوا قضية ضد القرار بتاع دونالد ترامب، المحكمة لقت إن فعلا دونالد ترامب بيميز ضد المسلمين فوقفت القرار. يعني المحكمة الأمريكية أنصفت المسلمين، في حين إن محمد بن سلمان شايف إن دونالد ترامب هو أحسن صديق للمسلمين. خلي بالك من الكلام ده مهم قوي يا جماعة. اولا، مش من حق النظام السعودي ولا من حق محمد بن سلمان ولا من حق اي حد انه يتكلم باسم المسلمين. لو محمد بن سلمان عايز يقول حاجة، يقول ان دونالد ترامب صديق للنظام السعودي او يتكلم عن الشعب السعودي، لكن مش من حقه نتكلم عن المسلمين. مين محمد بن سلمان ومين الملك سلمان علشان يتكلم باسم المسلمين؟ ثانيا، يا جاهل، دونالد ترامب المسلمين في امريكا اتأذوا، والحوادث العنصرية زادت بنسبة 800%، زادت بنسبة 800% بسبب تصريحات ترامب العنصرية. بيعملوا قوانين ضد المسلمين، في تمييز كبير جدا ضد المسلمين. غير المسلمين، يعني الناس الامريكان العاديين اللي هم مش مسلمين واقفين وبيعملوا مظاهرات مع المسلمين، ومحمد بن سلمان طلع يقول ان ترامب هو صديق المسلمين. طب احنا دلوقتي يعني المسلمين اللي موجودين في امريكا، لما غير المسلمين بقى يشوفوا محمد بن سلمان وهم بيقولوا ان ترامب صديق المسلمين، الناس اللي بتدعم المسلمين وهم مش مسلمين بينزلوا مظاهرات، وكان في مظاهرات في نيويورك ضخمة جدا، هيدعموا المسلمين ليه
اذا كان ولي عهد السعوديه طالع يقولوا ان ترامب صديق المسلمين. يعني اذا هم بغبائهم بيضروا المسلمين اللي موجودين في امريكا، والمسلمين بصفه عامه اللي بيتضروا بقرارات دونالد ترامب الظالمه اللي بتطلع ضد المسلمين كل يوم. ده غير بقى على سبيل ديكم مثلا، على سبيل المثال غير الحصر، يعني في مجمع اسلامي في تكساس تم حرقه بالكامل. طبعا ده نتيجه الخطاب العنصري والتحريض المستمر على المسلمين من ترامب ومن الاداره بتاعه ترامب. اداره ترامب بقى اللي هم الناس اللي بيساعدوه في اداره ترامب شايفين ان السعوديه دوله ارهابيه، وقالوا ان 11 واحد من 19 واحد اللي ضربوا برج التجاره العالمي من السعوديه، وشايفين ان السعوديه دوله ارهابيه. يعني ترامب بيقول على ان السعوديه والطقم بتاعه بيقول ان السعوديه دوله ارهابيه، وبيقول ان هو هياخد فلوس السعوديه. وعلى الطرف الاخر محمد بن سلمان راح يبوس الجزم وبيقول ان ترامب هو صديق المسلمين. فالصحف الامريكيه شافت ان دي مسخره، وشافت ان دي نكته، وشافت ان السعوديه جايه تبوس جزمه ترامب. فعيب عيب يا جماعه. وزي ما قلت تصريحات محمد بن سلمان دي للاسف غير ان هم بيبوسوا جزمه ترامب، بس للاسف بيأذوا المسلمين اللي موجودين في امريكا بشكل كبير جدا، وبيأذوا المسلمين بشكل عام كبير جدا، وبيشجعوا السياسه العنصريه والدول انها تاخد اجراءات زي دونالد ترامب ضد المسلمين. وشايفين دلوقتي اوروبا حصل فيها ايه، والمشاكل مع تركيا بشكل كبير جدا. هل ده موقف لدولة محترمة؟ يعني هل ده موقف لدولة محترمة؟ هل السعودية بالمنظر ده بتخدم الإسلام ولا بتخدم المسلمين ولا بتضرهم؟ هو ده السؤال. نيجي بقى للتصريح الثاني بتاع قرار حظر السفر اللي عمله ترامب أول لما بقى رئيس، وقرر إنه يعمل حظر سفر من 7 دول اللي هي دول أغلبيتها دول إسلامية. المحكمة في أمريكا حكمت ان ده قرار عنصري، ووقفوا القرار ده. محمد بن سلمان والملك بتاعه والنظام السعودي الفاشل شايف ان ده قرار مش عنصري خالص. يعني المحكمة اللي هي مش مسلمين انصفوا المسلمين، على عكس النظام السعودي اللي بيبوس جزمة ترامب على حساب المسلمين وعلى جثث المسلمين. وهقول لكم هو بيجامل نظام ترامب ليه. خلي بالكم الكلام ده مهم قوي يا جماعة، لان الكلام ده مش هتشوفوه لا على القنوات لا على قنوات طبعا في التلفزيون المصري، ولا على قنوات الاخوان بتاعت تركيا، ولا قناه هتلاقوا عليها الكلام ده، لان هم كلهم مش عايزين يزعلوا السعوديه. وهحكي لكم موقف حصل معايا النهارده شخصيا. خلاص، ادي الحاجه الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها بتاع قرار حظر السفر، وده يعني بحكم محكمه امريكيه، والحكم ترامب نقض الحكم وراح كذا محكمة أمريكية تاني، وكل محكمة قررت أنه فعلا قرار عنصري ضد المسلمين، عشان كده وقفوا القرار ده. وبعد كده بعد كده ترامب قرر أن هو يعيد تاني القرار ده، يعيد صياغة القرار. تمام كده. نيجي بقى للنقطة الثالثة، وهي صفقة الأسلحة اللي ترامب قام ملبسها للسعودية وضحك عليهم، اداهم أسلحة حديثة جدا، اعتقد صفقة كبيرة جدا بحاجة و20 مليار، في حين ان السعودية بتعاني اقتصاديا. وبعدين الاسلحة اللي موجودة عند السعودية ودول الخليج الحقيقة انا مش عارف هما بيعملوا بيها ايه. يعني مثلا على سبيل المثال السعودية كانت عاملة صفقات بمليارات كبيرة جدا، مش قادرة حتى تحارب الحوثيين في اليمن، وكل اللي تضربهم مدنيين، ومش عارفة تحقق انتصار على مجموعة صغيرة جدا. يعني ما عندهمش قوات جوية، وما عندهمش الامكانيات اللي عند السعوديه والحاجات دي كلها. فيعني بصراحه حاجه في منتهى الغرابه. اذا كنتوا انتوا اصلا مش عارفين تعملوا حاجه بالسلاح اللي عندكم، ومش عارفين حتى تدافعوا عن نفسكم، بتدفعوا الشعب السعودي وتدفعوا الشعوب العربيه ليه؟ وتعملوا صفقات جديده لما انتوا اصلا فشله. لكن طبعا امريكا مصلحتها انها تبيع سلاح، فلقوا الراجل جاي يبوس الجزم، قاموا ملبسينه في صفقه سلاح جديده. تمام؟ ادي الثلاث حاجات اللي قالهم محمد بن سلمان. اجي بقى لحاجة تانية مهمة. النهاردة في قناة اسمها قناة القناة اتصلوا بيا عشان يسألوني على زيارة محمد بن سلمان، وهم ما جابوش سيرة التصريحات خالص، وايه وعملوا تقرير كده عن موضوع صفقة الأسلحة. انا قلت لهم يا جماعة بلاش، نصحتهم قلت لهم انا لو سألتوني هقول وجهة نظري، بلاش انا. المهم هم صمموا على ايه؟ المداخله.
جم عملوا المداخله معايا، قلت لهم بقى ان الصحافه الامريكيه بتضحك على تصريحات وبتسخر من تصريحات بن سلمان. هوب قطعوا الخط يا معلم. طبعا قطعوا الخط ليه؟ لان اكتشفت بعد كده ان القناه دي هي موجوده في تركيا بس تمويلها سعودي. فيعني جيت ابص كده، دخلت بعد، فانا عرفت يعني عشان كده قطعوا على الخط. بعد دخلت كده شويه، قلت اروح على الجزيره، قلت اروح ابص على الشرق، قلت اروح ابص على مكملين، ان الاقي حد كاتب عن تصريحات محمد بن سلمان اللي الدنيا كلها بتتكلم عليها وبتتريق. ولا حد كاتب حاجه خالص عن التصريحات دي، ولا حد جايب سيره خالص. فانا فهمت ان يعني ايه الاسف اللي احنا لازم هم عايزيننا نفضل مضحوك علينا، مش عايزيننا نعرف الحقيقه، وعايزيننا نفضل دايما كده، عايزين يقولوا لنا بس اللي على مزاجهم. لكن الاخبار الحقيقيه او لما حاجه تحصل يعني مهمه زي كده لكن هم مش عايزينها نعرفها، فعشان كده بيغطوا يعني الاخبار عننا. عشان كده بقول يا جماعه احنا ما عندناش قنوات مهنيه. لما تبقى قناه زي القناه دي يزعلوا علشان انا بقول لهم الحقيقه وبقول لهم الواقع وده اللي موجود. فطبعا يعني قمه عدم المهنيه. لكن يا جماعه فعلا آل سعود بيتأمروا على المسلمين، واللي بيعملوه ده فعلا ضد المسلمين بشكل كبير جدا. طيب نيجي بقى، هجاوب لحضراتكم على ليه محمد بن سلمان بيبوس جزمة ترامب، وليه محمد بن سلمان بيشتري أسلحة رغم ان عارفين ان هم مش هيستفيدوا منها، مجاملة علشان يدخل مليارات لأمريكا، وليه هم بيعملوا كده، وليه محمد بن سلمان بيقول ان ترامب هو صديق أوفى صديق للمسلمين. هقول لك بقى ليه يا سيدي. السر كله في الموضوع ان ايران يعني ان اوباما كان عامل اتفاق ان ايران ما تعملش اتفاق نووي. يعني كان في اتفاق نووي اللي هو اوباما كانت عامله، اسرائيل والسعوديه كانوا غير راضيين عنه. ببساطه كده الاتفاق ده ان ايران تتوقف انشطتها، يعني تتحط تحت الرقابه الدوليه عشان ما يبقى عندهاش اسلحه نوويه، يبقى في رقابه عليها، في مقابل ان هي يرفعوا العقوبات الاقتصاديه. الاتفاق ده ما عجبش مين؟ ما عجبش السعوديه واسرائيل تحديدا. عشان كده لما جت اداره ترامب ضد الاتفاق النووي، واخدين موقف اكثر تشددا بكتير قوي من اوباما. فترامب عايز يلغي الاتفاق النووي وعايز يتجه في تصعيد عسكري ضد ايران وتصعيد اقتصادي ضد ايران، وجر المنطقه كلها للحرب. مين اللي هيدفع ثمن الحرب دي؟ امريكا؟ لا طبعا، مش هم، مش هيدفعوا حاجه. مين اللي هيدفع ثمن الحرب او التصعيد او اشتعال المنطقه؟ اللي هيدفع ثمن اشتعال المنطقه وطبعا سباق التسلح اللي الدول كلها هتضطر انها تتجر ليه كمان، اللي هيدفع الثمن الشعوب العربيه الغلبانه، منهم شعب السعوديه على فكره يعني، ومنهم الشعوب الخليج وكل المنطقه المحيطه بايران. امريكا مش هتدفع حاجه ولا اسرائيل هتدفع حاجه، الشعوب العربيه هي اللي هتدفع، وهي اللي هتتجر لسباق السلاح، وهي اللي لو حصلت حرب اول ناس هتتضرر. فادي يا سيدي السبب ان هم عاجبهم ان ترامب واخد يعني جانب متشدد من ناحيه ايران وعايز تصعيد عسكري. عشان كده عين الجنرال جيم ماتيس اللي هو برضو كان عنده مشكله مع اوباما، لان اوباما ما كانش عايز تصعيد عسكري وجيم ماتيس ده كان عايز تصعيد عسكري، فقام اوباما مشيه. جه ترامب قام معين ده الراجل ده الجنرال ده عينه وزير دفاع. ادي السبب ان السعوديه بتعرض لترامب بالشكل ده على حساب المسلمين، على حساب المسلمين وعلى حساب الاسلام نفسه. عندهم استعداد يعني ترامب، لو انتوا شفتوا التصريحات بتاعته، ادخلوا حتى على اليوتيوب يا جماعه وشوفوا الكلام بتاعي صح ولا غلط، عشان بس لو في حد مش مصدق. شوف حضرتك هو بيقول ايه. هو بيقول لك الاسلام دين ارهاب، وبيقول لك ان الاسلام بيكرهنا، هو قصده على الامريكيين يعني، بيقول لك ان الاسلام بيكرهنا، وتصريحاته كلها تسببت في قتل مسلمين وفي احراق مساجد وفي حوادث كراهيه بقول لحضراتكم زادت بنسبه 800%. كل ده السعوديه مش واخده بالها منه وما تعرفوش، لكن هم شايفين ان ترامب هيبقى هيقدم لهم مصلحه فيدوسوا بالجزم على المسلمين علشان مصلحتهم، ويا ريتها مصلحتهم ويا ريتهم بيفهموا ده. لو جروا المنطقه الحرب هم اول ناس هيتخرب بيتهم.
يعني بالذات بعد انخفاض سعر البترول. السعوديه يعني كان برميل البترول كان ب 100 دولار، وصل دلوقتي 45 دولار. يعني السعوديه دخلها نزل باقل من 50%. بقى لاول مره السعوديه بتبيع جزء من شركه ارامكو، بتبتدوا يبيعوا اصول عندهم لاول مره، يبقى عندهم عجز في الميزانيه. تخيل بقى لما تحصل حرب كمان فوق العجز الاقتصادي اللي عندهم ده، ويحصل سباق تسلح والمنطقه تشتعل، هيبقى لمصلحه مين الكلام ده؟ قمه الغباء. يعني النظام السعودي زي ما دعم عبد الفتاح السيسي وكان قمه الغباء وتسبب في قتل الاف المصريين في المذابح اللي حصلت في مصر، برضه بسبب الغباء المستمر مصممين ان هم يكملوا في غبائهم ويولعوا في نفسهم ويولعوا في المنطقه. والقنوات الفاشله كلها برضه مصممه انها تخبي عننا الحقيقه، لكن باذن الله احنا يعني مصممين ان احنا نقول الحقيقه. ويعني بالنسبه لقناه اللي هم يعني استضافوني، وانا اسف ان انا طلعت على القناه دي في يوم من الايام. انا يعني انتوا ناس مش محترمين، انتوا ناس عايزين تطلع تطبل لكم، وانتوا اخترتوا الشخص الغلط علشان يطبل لكم. كنتوا تتصلوا بمصطفى بكري ولا احمد موسى علشان يطبل، لكن الحقيقه للاسف انا ماليش في التطبيل. بمناسبه احمد موسى، احمد موسى على فكره يا جماعه اقتراح ظريف، ان يعني الناس اللي اشتروا شهادات قناه السويس الجديده ان هم يتبرعوا بيها. انا اول واحد موافق ان فعلا اي حد اشترى شهادات قناه السويس، ترعه قناه السويس الجديده، لازم بصراحه يتبرع بالشهادات دي كلها، خصوصا ان يعني القناه ما جابتش فلوس، ويعني وده كله عشان مصر يعني، فانت حضرتك لازم تتبرع بالشهاده. لو القناه جابت فلوس كنت خدت فلوس. لازم تكون وطني. وبعدين انت لو يعني ما تبرعتش، تبقى انت كده يا اما اخواني يا اما ارهابي. فانا طبعا بنصح حضرتك اي حد يعني عنده شهادات قناه السويس الجديده لازم يتبرع بيها لصندوق تحيا مصر، لان انت اصلا يعني اشتريت الشهاده دي علشان انت راجل وطني، فبالتالي القناه ما جابتش فلوس، فطبعا لازم تتبرع بيها. وكفايه ان عبد الفتاح السيسي اتصور وعمل منظر حلو وطلع وزع جنيهات ذهب على الناس وصرف كام مليار وجاب كام رئيس دولة، يعني عمل منظر كويس، وانت راحت فلوسك يا رئيس. طبعا انا ما عنديش شهادات فمش فارق معايا ان حضرتك ممكن تولع، لكن مش مشكلة. بطلب من حضرتك يعني ما دام انت يعني كسيساوي شايف ان انت اللي وطني، يبقى المفروض ان انت اولى بان انت تتبرع بشهادات تحيا مصر او شهادات ترعه قناه السويس الجديده في اسرع وقت ممكن. اسف على الاطاله، بس الموضوع مهم جدا يا جماعه، لان في تعتيم متعمد علينا، عايزين يتحكموا في المعلومات اللي احنا بنعرفها، وده شيء سيء جدا. المفروض ان احنا يبقى عندنا القدره ان احنا نعرف كل المعلومات ونقيمها. ليه تخبوا التصريحات بتاعت محمد سلمان بالشكل المهين ده؟ وليه القناه تتصرف بالاسلوب الوضيع ده؟ ولما اقول لهم يعني مجرد بقول التصريحات قاموا قفلوا السكه عليا. طبعا فضيحه، يعني بتضرب القناه في مهنيتها. بس يعني هو ده المتوقع من قناه يعني بيدعمها النظام السعودي، طبعا معروفه. بشكر حضراتكم جدا يا فندم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.